فيديو النهارده ده انا بجهز له من حوالي سنتين. انا مقدم لامي على فيزا ان هي تيجي هنا تزورني، يعني فيزا سياحه اللي هي فيزا 600. بقالي اكتر من 3 شهور. الفيزا جت. احنا رايحين فين؟ ايه احساسك وانت رايحه ملبورن لاول مره؟ مبسوطة عشان أنا معاك. ايه اللي متوقعه ان انت تشوفيه في ملبورن، نظافة او متوقعه تشوفيه في استراليا بصفه عامه يعني؟ نظافة، الناس قليلة، الخدمات موجودة. ياه، بقالنا كتير ما صورناش من هنا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده ده انا بجهز له من حوالي سنتين. حاجه من اكتر الحاجات اللي بتخوف اي حد في ان هو ياخد الخطوه بتاعه الهجره دي هي الاهل. هسيب اهلي لوحدهم في مصر وهاجي هنا اعيش لوحدي، خصوصا لو الاهل كانوا كبار في السن، او زي في الحاله بتاعتي مفيش اخوات او حد يكون قاعد معاهم. انا وحيد ما عنديش اخوات، وقبل ما هاجر كنت عايش انا وامي بس. النهارده والحمد لله بعد ما عرفت اجيب امي هنا استراليا تقعد معايا ان شاء الله على طول، عاوز احكي لكم بقى عن تجربتي والطريق اللي انا مشيت فيه علشان اعرف اجيبها هنا استراليا وتعيش معايا. الطريق والفيز اللي انا هتكلم عنها ديت كانوا انسب طريق وانسب انواع فيز انا اقدم عليها بالنسبه لظروفي انا. في فيز تانية وطرق تانية ممكن ما تلاقونيش اتكلمت عنها في الفيديو، بس ده علشان انا ما قدمتش عليهم او ما كانوش مناسبين ليا. في فيز وطرق تانية ممكن تكون انسب ليكم من الطريقه اللي انا مشيت فيها على حسب ظروفكم والحاله بتاعتكم انت. علشان كده دايما بنصح انكم لو تايهين او مش عارفين انهي طريق او انهي فيزا ان انتم ممكن تقدموا عليها علشان تجيبوا اهلكم هنا استراليا، انكم تتواصلوا مع محامي وكيل هجره معتمد لاستراليا هيقدر يقول لكم على انسب طريق انكم تمشوا فيه علشان ما تضيعوش اي وقت، وكمان فرص الموافقه على الفيزا تكون كبيره وما يحصلش لا قدر الله اي رفض. هسيب لكم تحت الفيديو في الديسكربشن لينكات للتواصل مع محامي وكيل هجره معتمد موجود هنا في استراليا. انا بنصح بيه جدا وبتعامل معاه شخصيا في اي استفسار او اي حاجه خاصه بالهجره والفيز لاستراليا. اتواصلوا معاه لو عندكم اي استفسار عن اي فيزا او اي حاجه خاصه بالهجره لاستراليا. طيب مبدئيا اسهل وارخص فيزا اي حد يجي عليها هنا استراليا بالذات لو لاول مره هي الفيزا 600. الفيزا 600 دي هي الفيزيتور فيزا، دي فيزا الزياره. الفيزا دي تكلفتها حاليا 190 دولار استرالي، وبتقدم عليها لمده اقل حاجه 3 شهور او 6 شهور واقصى حاجه 12 شهر سنه، وبتسمح ليك انك تدخل البلد بغرض السياحه او الزياره لحد من قرايبك او اصحابك هنا. في مايو 2022 وبعد تجهيز كل الورق والمستندات قدمت لامي على الفيزا 600، ودي كانت انسب فيزا ليها انها تيجي عليها هنا استراليا لاول مره لكذا سبب. اولا الفيزا رخيصه مش غاليه، 190 دولار بس. كمان البت فيها اسرع كتير من كل فيز الزياره الثانيه، 90% من الابلكيشنز بيترد عليهم خلال 24 يوم، يعني اقل من شهر. وكمان مدتها مناسبه، فدي كانت انسب طريقه اننا نشوف لما تيجي هنا هل هتعرف تتاقلم وهتحب تعيش هنا وتقعد اكتر ولا لا. فيزا ال 600 دي عامله زي فيزا الشنجن كده، بتقدم عليها بمده معينه والتقديم عليها بيكون لكل شخص على حده، يعني كل ابلكيشن لكل شخص بتكون لوحدها. بتقدم عليها بمده معينه والتقديم عليها بيكون سيبريت كده، يعني لكل شخص بيكون ليه ابلكيشن معينه لوحدها، مش هينفع تقدم مثلا لعيله مع بعض. لو بتقدم لوالدك ووالدتك هتعمل ملفين منفصلين تماما، ملف للاب وملف تاني وفيزا تانية خالص للام، ومش هتقدم ملف واحد للفيزا 600 للاثنين مع بعض، لا كل واحد لوحده. وعلى موقع التقديم على الفيز هتقدم لكل واحد فيهم بشكل منفصل تماما على فيزا 600 لوحده. واهم 3 حاجات لازم تثبتهم وانت بتقدم على الفيزا ديت، انك اولا غرض الزياره بتاعك يكون متوضح ومقنع، سياحه زياره ايا كان. تاني حاجه معاك فلوس تكفي مصاريفك هنا طول ما انت قاعد. وتالت واخر حاجه انك عندك من الاسباب ما يكفي انك مش هتكسر الفيزا، وبمجرد ما الفيزا مدتها تنتهي انت هتكون خلصت زيارتك هنا وهترجع تاني بلدك. لو للاسف ما عرفتش تثبت وتقنع الاوفيسر بتاع الهجره اللي بيبص على الملف والفيزا بتاعتك باي سبب من ال3 اسباب دول، للاسف ممكن جدا فيزا الزياره بتاعتك الفيزا 600 تترفض. كتبت اسبابي على ال3 حاجات دول، اجاباتي على الاسئله ديت في جواب كده سميته ليتر اوف انفيتيشن، ورفعته PDF من ضمن الورق بحيث اوضح كل حاجه للاوفيسر اللي بيبص على الملف بتاعها. وكان سبب الزياره اني كنت خلاص مستني اخد الجنسيه بتاعتي، فكتبت ان عاوزها تكون هنا معايا وانا بستلم الجنسيه، ودي لحظه مهمه جدا في حياتي، ده غير انها ما شافتنيش بقالها فتره طويله بسبب الكورونا، فانا عاوزها تيجي تقعد معايا فتره وتشوف البلد وتتفسح. بالنسبه لموضوع الفلوس، فانا كنت قايل اني شغال هنا في ملبورن فول تايم ودخلي كويس
كويس، واني بتعهد ان اكون مسؤول عن كل مصاريفها طول ما هي هنا قاعده معايا. ده غير انها عندها معاشها في مصر وفي دخل كل شهر بيجي لها، فهي قادره تصرف على نفسها كمان وهي هنا. واخر واهم حاجه اني كان لازم اثبت انها لما الفيزا بتاعتها تخلص هي اكيد هتخرج وهتسيب البلد وهترجع تاني مصر. ودي قلت فيها اني عامل ليها توكيل انها تدير كل املاكي في مصر، وانها بتجمع الايجارات كل اول شهر، فلازم ترجع تاني، وكمان معاشها وحياتها هناك فاكيد هترجع مصر اول ما الفيزا بتاعتها تخلص. ايه يعني اللي هيقعدها هنا؟ بجانب الجواب بتاع الدعوه اللي انا كتبته طبعا كان لازم اثبت كل حاجه انا قايلها فيه بالمستندات. اثبت اني شغال فول تايم هنا ومرتبي كذا، فرفعت البي سليب بتاعي والبنك ستيتمنت. كمان املاكي واملاكها في مصر، سواء بقى عقود تمليك، ايجارات، شهادات ادخار، كل حاجه، بحيث اثبت اني قادر ان انا اتكفل بكل مصاريفها هنا، وكمان انها هترجع مصر تاني اول ما الفيزا بتاعتها تنتهي. وطبعا كل الملفات والدوكيومنتس دي كان لازم تكون مترجمه، يفضل تكون طبعا في مكتب من مكاتب الترجمه اللي على موقع الهجره. بس الصراحه في ملفات هي ترجمتها في مكاتب عاديه وعدت عادي، محدش قال حاجه. انا قدمت على الفيزا ديت لمده سنه 12 شهر، ومش دايما المده اللي انت بتطلبها بيتوافق عليها. ممكن تقول انا عايز اهلي يجوا هنا يزوروني ويقعدوا معايا 12 شهر والفيزا تطلع في الاخر ب3 شهور، سواء سنجل او مالتيبل انتري. انا علشان كان بقالي فتره طويله ما شفتهاش، وكمان احتفال الجنسيه بتاعي ما كانش لسه اتحدد، فهم ادوهاني باطول فتره 12 شهر مالتيبل انتري، يعني تقدر تدخل وتخرج من البلد كذا مره خلال السنه ديت، علشان يضمنوا انها اكيد هتكون موجوده هنا وقت احتفال الجنسيه. من الحاجات اللي انت لازم تكون محققها وانت بتقدم على الفيزا 600 انك ما يكونش عليك اي احكام او قضايا. علشان كده وبمجرد ما بتقدم على الفيزا بيطلبوا منك انك تعمل حاجه اسمها بايومتريك تيست. ده تيست كده للبصمات زي الفيش الجنائي كده اللي بيتعمل في الاقسام عندنا، بس بتعمله في سنتر او مكان كده تابع لاداره الهجره في البلد اللي انت فيها. في مصر المكان دوت موجود في الجيزه. وكمان بيطلبوا منك تعمل شويه ميديكال تيست زي اكس راي يشوفوا القلب والرئه، وكمان تحليل دم وقياس الضغط. شويه تيستات كده بتعملها بحيث يتاكدوا انك لا قدر الله ما عندكش اي امراض خطيره او حاجه مزمنه تخليك تكلف الدوله هنا مبالغ كبيره لما توصل في تكلفه علاجك. فيزا الزياره 600 مش من شروطها خالص ان الشخص اللي هيجي هنا يزور استراليا يكون معاه اي تامين طبي او تامين صحي خاص، اللي هم بيسموه هنا OVHC Overseas Health Cover. هو يفضل ان يكون معاك، ولكن مش شرط ابدا لازم تلتزم بيه، الا لو جات لك الفيزا بتاعتك ولقيت جواها الكونديشن اللي هو 8501، ساعتها بس لازم الشخص اللي هيزور استراليا يكون معاه تامين طبي برايفت. غير كده لا، مش لازم خالص. والاوفيسر اللي بيبص على الملف بتاع الفيزا بتاعتك هو اللي بيحدد اذا كان انت مطلوب تعمل تامين صحي خاص لما تزور استراليا ولا لا. انا قدمت على الفيزا في مايو 2022 وطلبت منهم ان الفيزا تطلع ب 12 شهر من اول يناير 2023، لاني كنت نازل مصر الفتره ديت اجازه وكنت عايز ان هي ترجع معايا وقت ما اكون راجع استراليا. قدمت على الفيزا وفضلنا مستنيين لحد يوم 8 سبتمبر 2022. انا مقدم لامي على فيزا ان هي تيجي هنا تزورني، يعني فيزا سياحه اللي هي فيزا 600. بقالي اكتر من 3 شهور. من 5 دقايق بالظبط جالي ايميل، بفتح الايميل لقيت ان هي جات لها الفيزا، فانا لسه ما بلغتهاش وعايز اكلمها دلوقتي واشوف رد فعلها هيكون عامل ازاي. هفتح السبيكر. صباح النور. طارق وأميرة مين؟ أمريكا. انت لسه متابعاهم. واحدة من مصر بتزورهم هي وجوزها. راحوا زيارة في أمريكا واخدة جوزها معاها وسايبة العيال في مصر. طيب سيبك بقى من كل اللي انت بتقوليه ده. خير. أعصابك كويسة؟ خير. فيزا جت؟ الفيزا جت. هو انا بسجل على فكرة، يعني تحسن. فاعملي اللي انت عايزاه. والله لسه واصلة حالا. لا ما تقلقيش لسه واصلة مفيش. انا كنت باكل نفسي الست مش عايزة اكل. ليه؟
والله سنة من دلوقتي لحد ما انت عايز، يعني ممكن تيجي كذا مرة. انا في مطار ابو ظبي وراجع ميلبورن. المفروض احنا قاعدين بس حوالي 3 ساعات ترانزيت كده، وانا معايا امي مسافرة معايا، بس هي مش عارفة ان انا بصور، فخليني كده اجرب. احنا رايحين فين؟ احنا رايحين. ايه احساس حضرتك وانت رايحة ميلبورن؟ مبسوطة عشان لا أنا استني، ايه احساس ان انت سايبة مصر؟ معاك. مبسوطة بصراحة عشان أنا اتعذبت فيها كتير أوي. ايه احساسك وانت رايحة ميلبورن لأول مرة؟ مبسوطة عشان أنا معاك. ايه اللي متوقعة ان انت تشوفيه في ميلبورن؟ نظافة، او متوقعة تشوفيه في استراليا بصفة عامة يعني؟ نظافة، الناس قليلة، الخدمات موجودة. انا امي جايه على فيزا سياحه اللي هي 600 سنه ان شاء الله، مالتيبل انتري، يعني هي من الوقت ما هي تدخل ممكن تدخل وتخرج زي ما هي عايزه لمده سنه. وده كان السبب ان انا عزلت ونقلت شقه تانية اكبر عشان هي تبقى ليها بقى خصوصيتها وكده. وده كان السبب كمان ان انا اروح حي لبناني اللي انا نقلت فيه دلوقتي، علشان هي تبقى في جاليه لبنانيه حواليها وتعرف تتكلم معاهم بالعربي. جت امي هنا استراليا لاول مره، شافت البلد وحضرت احتفال الجنسيه بتاعي. في الفيزا بتاعتها كان في الشرط 8501 ده بتاع الهيلث انشورنس، وعلشان كده كان مهم جدا بمجرد ما توصل اني اعمل ليها تامين طبي خاص اللي هو البرايفت هيلث انشورنس، لان ده كان شرط اصلا موجود في الفيزا بتاعتها. كمان جبت لها شريحه تليفون علشان تتواصل معايا، وكمان فتحت لها حساب في البنك، وبقت كل اول شهر بحول فيه مبلغ. عملت كل الحاجات دي علشان بعد كده لما اجي اقدم ليها على اي فيزا تانية يبقى معايا كل المستندات والاوراق اللي تثبت ان هي طول ما هي كانت قاعده معايا كنت انا مخلي بالي منها، وموضوع الصرف والفلوس دي ما كانش فيها اي مشاكل، ان انا كنت قادر اتكفل بكل مصاريفها طول ما هي كانت قاعده معايا، لان ده كان اكيد هيساعد جدا في اي فيزا مستقبليه انا هقدم ليها عليها. اشهر 3 شركات حاليا في موضوع التامين الصحي الخاص للناس اللي جايه زياره هم اليانز وبوبا وكمان ميدي بانك. كلهم كويسين الصراحه. انا على مدى السنه اللي هي كانت فيها هنا كنت عمال اتنقل ما بين ال3، بوبا اشملهم ولكن اغلاهم. خلصت السنه اللي هي كانت جايه تقعدها معايا، وجي وقت السؤال: هل انت حابه البلد وعاوزه تعيشي فيها على طول، ولا لا تفضلي ان انت ترجعي مصر وتعيشي فيها؟ واجابتها كانت لا، انا عايزه اعيش هنا. وده خلاني ابدا في تاني خطوه في مشوار بتاع ان انا اجيبها هنا ان شاء الله على طول، وده كان اني اقدم على الفيزا سب كلاس 870 اللي سبونسرد بيرنت تمبوراري فيزا. بس علشان اقدم على الفيزا ديت كان لازم هي تخرج بره استراليا وتكون براها وانا بقدم عليها، لان كان شرط من شروط التقديم على الفيزا ال 870 دي ان اللي بيقدم عليها يكون وقت التقديم بره استراليا. وبالتالي حجزت ليها انها تنزل مصر في ديسمبر السنه اللي فاتت، تقعد فتره لحد ما الفيزا ديت تطلع وتقدر انها تيجي هنا تاني استراليا. انا لسه موصل امي المطار، هي خلاص نازله القاهره، نازله مصر. فتره كده محتاجه، يعني نازله تخلص شويه حاجات لينا هناك، وفي نفس الوقت كمان لازم تنزل علشان الفيزا اللي انا او اللي احنا فكرنا ان احنا نقدم لها عليها اللي هي ال 870 دي ما ينفعش نقدم عليها وهي جوه استراليا، فكان لازم تخرج. فانا احنا دلوقتي 1 ديسمبر 2023، الانوار بتاعت الكريسماس هنا في المطار بتاع ميلبورن، يعني هتلاقي حتى اسم كلمه ميلبورن اهي معموله بالانوار. وهي المفروض نازله على رحله الاتحاد، هتنزل في ابو ظبي، ومن ابو ظبي هتاخد رحله تانية وتروح القاهره، وهتقعد هناك تقريبا، يعني على حسب الفيزا الثانيه دي ما هتطلع. على الموقع بتاع الهجره مكتوب، او على الموقع بتاع الفيز يعني مكتوب ان الفيزا ال 870 دي بتاخد حوالي من 4 ل 6 شهور من وقت ما انا اقدم عليها، او من 4 ل 5 شهور. بس ما ينفعش انا اقدم عليها غير لما هي تكون بره البلد. فانا ممكن من النهارده مجرد ما هي تخرج خلاص وتبقى على السيستم ان هي بره البلد، ممكن انا من النهارده اقدم لها على الفيزا اللي هي ال 870 دي خلال 4 ل 5 شهور. مفترض ان الفيزا دي بتكون اتوافقت وتقدر ان هي تيجي هنا استراليا براحتها، مالتيبل انتري، تدخل زي ما هي عايزه لمده 3 سنين اللي هي الفيزا ال 870. فمجرد ان هي من النهارده تمشي، او مجرد ما هي تخرج النهارده، انا ممكن من بعد مثلا 2-3 مجرد ان هي تبقى على السيستم ان هي بره، او بكره الصبح مثلا اقدم لها على الفيزا ديت، وخلال 4 ل 5 شهور ان شاء الله تقدر ان هي تيجي هنا تاني وتقعد بقى باذن الله معايا على طول.